السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في هذا فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا لكم على الملعب الاولمبي الجديد بالرباط، واللي كيتعد من ابرز المشاريع الرياضيه في المغرب، وينتظر باش يكون جاهز لاستضافه مباريات كاس افريقيا سنه 2025. كنظرة عامة عن المشروع. بالنسبة لموقع الملعب، يقع الملعب في جنوب الرباط بالقرب من ملعب الأمير مولاي عبد الله، وعلى مقربة من الملعب الرائع ومن الطريق السريع المؤدي إلى الدار البيضاء، مما يسهل عملية الوصول إليه بسلاسة وراحة. بالنسبة للطاقة الاستيعابية للملعب، يستوعب الملعب ما شاء الله حوالي 21740 متفرج، وهو مخصص لمنافسات ألعاب القوى والفعاليات الرياضية الكبرى. بالرجوع للافتتاح الرسمي للملعب، من المقرر باش يكون الافتتاح للملعب رسميا في 25 ماي 2025، بحيث غادي يحتضن ملتقى محمد السادس للألعاب القوى. أما عن مراحل البناء والتقنيات الحديثة، فبدأت الأعمال البناء في أوائل عام 2024، وشهدت تقدما ملحوظا في الأشهر الأخيرة، وتم استخدام تقنيات وآليات حديثة في عالم البناء، مع التركيز على توفير مرافق رياضية بمعايير دولية وجودة حسب ما يترتب عنه في دفتر التحملات. بالنسبة للأهداف والفعاليات المرتقبة، استضافة الفعاليات سيكون الملعب من بين الملاعب التسعة والمرشحة، واللي غادي تستضيف مباريات كأس إفريقيا 2025، بحيث غادي تقام فيه مباريات من دور المجموعات. كتعزيز للبنية التحتية، كيتعد الملعب كمشروع جزءا من خطة المغرب في تعزيز البنية ديالو التحتية الرياضية، استعدادا لاستضافة الفعاليات القارية والدولية المقبلة. بالنسبة للآثار المترتبة عن هذا الصرح الرياضي، اقتصاديا واجتماعيا، من المتوقع باش يساهم الملعب بنسبة كبيرة في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص، بالرجوع للمراحل وزيادة النشاط السياحي وتحسين صورة المغرب كمركز رياضي وإقليمي. بالنسبة لتقدم البناء في الملعب الأولمبي بالرباط، وهنا كنهضروا على الهيكل الأساسي واللي هو الهيكل الحديدي للملعب، فتقريبا هو مكتمل، خصوصا في الجانب الشرقي والجانب الجنوبي. أيضا تركيب الأعمدة المعدنية والأسقف فهو مستمر، والجانب الأيسر كيبان فيه الهيكل شبه مكتمل ومغطى جزئيا بمادة اللي هي مادة بيضاء. أما فيما يخص المدرجات، فالمدرجات كتبان مكتملة في الجوانب العلوية والسفلية، مع توزيع الكراسي، أو على الأقل تحديد المساحات المخصصة إليها. أما عن المسارات الحمراء لألعاب القوى، فهي جاهزة ومحددة، وهذا كيأكد بأن الملعب غادي يكون متعدد الاستخدامات ما شاء الله. فيما يخص أرضية الملعب، العشب الأخضر مركب وكيبان في حالة جيدة، وجاهز لاستقبال المباريات المقبلة والتي ستلعب عليه. كاين ممر أمان ممر أمان باللون الأحمر، واللي هو محيط بأرضية الملعب، وهذا مخصص لرياضة ألعاب القوى. من هنا ومن خلال هذا الفيديو
نستنتج بأن المشروع تقريبا وصل للمراحل الأخيرة ديالو، يعني ما بقاش ليه بزاف، وخصوصا على مستوى المدرجات وأرضية الملعب. كيبان أن التركيز الحالي على تجهيز السقف والأجزاء الخارجية وتهيئة الممرات والمداخل. وإذا استمرت الأشغال بنفس الوتيرة، فالافتتاح غادي يكون كما هو متوقع في 25 ماي 2025، وممكن أن يتحقق. في الأخير خلوا لنا الرأي ديالكم ولي كومونتير، كانت زوينة ولا كانت خايبة، فالرأي ديالكم كيهمنا. وشكرا.